السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غندير لكم هاد الحلوه بكاوكاو. كان سبق لي درتها لكم بالكريم فريش وسولتوني واش يمكن دار العجينه بطريقه اخرى. ان شاء الله في هذا الفيديو غنديرها لكم بعجينه اخرى وفي متناول الجميع. اللي بغى المقادير بالصوت غادي نديرهم في نهايه الفيديو، ونخليكم دابا مع المقادير والطريقه. غادي ناخذ نص كيلو تاع كاوكاو كبير، ندخلوه يتحمر الفران تقريبا 15 دقيقه على 180 درجه، ومنين يخرج من الفران نخليوه يبرد عاد نقيوه. من بعد كنطحنوه مع 200 غرام ديال السكر كلاصي. كنديروا الكاوكاو شويه السكر كلاصي في كل طحنه وكنطحنوه مزيان. ديما كاوكاو كيتطحن بالسكر كلاصي، يعني ما كتجيش السكر سنيده. وكنبقاو نطحنوه نعاودو ونرجعوا داك الكاوكاو اللي كيطلع في الجنب، وكنعاودو نطحنوه حتى كتولي عندنا عجينه. من بعد ما طحناه مزيان كنحصلوا على عجينه بحال هكا، كتكون معلكه ورطبه بحال زبده الفول السوداني اللي كتباع. من بعد ما طحنا كاوكاو كامل كنزيدوا عليه شي شويه ديال القرفه باش نسموه. ماشي ضروري دار القرفه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوهاش. وكنعجنوه مزيان وكنحطوه في الثلاجه بما نصاوبوا العجينه الاخرى. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق يكون ديال الحلوه، كنزيدوا عليه ربع صغيره ديال الزبده مذوبه تكون بارده، وتقدروا ديروا زبده بوماد. كندخلوا ديك الزبده مزيان بيدينا في الدقيق حتى كيولي مرمل. كنزيدوا عليه 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، وكنعاودو نخلطوه مزيان ونخليوه حدانا بما نصاوبو باش غادي نجمعوه. في شي اناء غادي نديرو صفر ديال البيضه، ونزيدو عليها كاس عنبه عامر حتى الفم ما بارد، ونطربوه مزيان حتى يذوب الصفر تاع البيض. صافي وجمعوا به العجينه، ولكن ما تدلكوهاش حيت هاد العجينه هذه ما كتبغيش تدليك. كاس عنبه كافي انه يجمع لكم نص كيلو تاع الدقيق، لكن الا خصكم الماء زيدوا غير بمعلقه كبيره باش ما تجريش لكم العجينه. هانتوما كما شفتوا ما خاصهاش تكون جاريه، كتكون شويه شاده في راسها. كنحطوها في شي بلاستيكه وكنخليوها ترتاح نص ساعه عاد كنبداو نخدموا بها. ملي كدوز نص ساعه تنخليو العجينه في البلاستيكه وكناخذوا منها غير كره صغيره باش غادي نخدموا. ومنين تكونوا كتبسطوها حاولوا ما تستعملوش دقيق بزاف، كل ما استعملتوا الدقيق اقل يكون احسن، حيت الدقيق غير كينشف لينا العجينه. دابا من رققت العجينه مزيان تناخذ العجينه تاع كاوكاو وكنحرب لها. الا جاتكم عجينه كاوكاو صعيبه في الخدمه حطوها في الفريغو واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق حتى كتشد في راسها وكتجيكم سهله في الخدمه. منين كنحط العجينه كندوز الموس على الحد ديالها وكندور عليها العجينه البيضاء، وكنحاول يكونوا ملاصقين مزيان ما يكونش فراغ بيناتهم. منين كتكمل الدوره كنعاود ندوز الموس وكنقرص ديك الفتحه بيديا باش كنسدها، حيت الا ما تسداتش كتحل فاش كتكون كطيب في الفران. حيت درت العجينه طويله قسمتها على 2 باش نخدم بالنص بالنص وباش ما تجينيش معوجه. كنعاودو نكورها شي شويه باش تقاد. ودابا غنوريكم كيفاش كنقطع الشكل الاول. كتقطعوا بالمسميل وكتحسبوا 7 ديال الجرحات وفي الثامنه كتقطعوا.
كتوركوا عليها من الوسط بصبعكم بحال هكا وكدوروا ليها الريوس ديالها، وكتكملوا بنفس الطريقه حتى كتساليو العجينه ديالكم. ندخلوها طيب 15 دقيقه بحراره منخفضه 160 درجه. الفرن يكون شاعل من الفوق ومن التحت، واللي عنده المروحه يديرها. الشكل الثاني كنتبعوا نفس طريقه الشكل الاول، غير هذا كنقطعوه طول. والشكل الثالث كنقطعوه شويه رقيق ومايل. ندخلوهم يطيبوا كيف ما طيبنا الاولى، غير هادو حيت رقاق ما كيهزوش الطياب، تقريبا 12 دقيقه تيكونوا طابوا. الشكل الرابع اللي في الوسط هو اللي كدرت لكم في الفيديو القديم، ما بغيتش نديرو باش ما نطولش عليكم الفيديو. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى تكون عجباتكم، وما تنسوش تشاركوا معنا الى عجبكم الفيديو، وبصحه وراحه. اذا في المقادير غادي نحتاجو نص كيلو تاع كاوكاو يكون كبير، 200 غرام ديال السكر كلاصي، شويه القرفه، نص كيلو دقيق ديال الحلوى، ربعه صغيره ديال الزبده يعني 125 غرام، صفر ديال البيضه، كاس عنبه عامر بما بارد، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وشويه الملح.